السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله رايحين نحضروا كيف وصفة تاع طعام بزاف بنينة. نديروه باللحم نغمي، لوبيا مشطو والقرعة. هاد الوصفة بزاف عزيزة على قلبي، كنا نديروها من زمان. تبعوها بكامل التفاصيل تاعها باش تجيكم ناجحة، وصفة بزاف بنينة. وهذاك الخليط ولا المزيج بين البنة تاع زيت الزيتون اللي دهنت بها الطعام مع لوبيا ماشطو والقرعة والمرقة، وخاصة تاني الحر الخضر اللي قليناه، رايحة تعطينا واحد النكهة وواحد الطعم ولا أروع. جربوها ماكمش رايحين تندموا. نجوزوا على بركة الله للوصفة. هنا الحاجه الاولى اللي درتها، جبت الطرف تاع اللحم تاعي تاع جيكو. تقدروا ديروها باللحم الغنمي كيما تقدروا ديروها باللحم البقري، تجي بزاف بنينه. هنا هذاك الطرف تاع اللحم تاعي درتو تحمر في شويه زيت مع شويه سمن. بعد ما تحمر مليح مليح ودا هذاك اللون الذهبي، ندير مغرفه صغيره فلفل الكحل، نزيد له حبه بصل كبيره كنت قطعتها رقيق ونخليها تتقلى معاه على نار قليله. نروح نجيب طعام ديالي. هنا كيلة تاع طعام، تقريبا 700 غرام تاع طعام. زدت فوقها 2 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، دهنتو مليح هذاك الطعام وجبت شمختو بالماء سخون. هنايا عندنا كيلة تاع طعام، يعني كي نشربها مع الاول نشربها بكيلة تاع الماء سخون. يعني هاد الطريقه كنت تعلمتها على واحد الطباخه تاع العراس، يعني قالت لي هاد الطريقه انه طعام كي تشمخيه بالماء سخون راح يجي بزاف خفيف، يجي مقطن. ربي يحفظها ان شاء الله في ميزان حسناتها. بعد ما فرغت الكيلة تاعي نحرك الطعام غير شويه هكذا، قيس مع الماء هذاك كامل يغطي الحبات ونخليه شويه. هنا بعد ما تقلى اللحم مع البصل ديالي نجيب المرقو بالماء سخون وندير الملح ونزيد لهم غرفه صغيره فلفل عكري ونغطي عليه ونخليه يطيب. بعد ما جازوا تقريبا 2 دقائق ولا حتى دقيقه نحرك الطعام، يعني ما نخليوهش يطول حتى يشد روحو، يعني نبقاو مره على مره نحركوه تقريبا كل دقيقه ولا كل 30 ثانيه نحركوه شويه حتى يبرد. بعد ما يبرد نحلوه بيدينا. هنايا نروح نشرب طعام تاعي تاع الشعير. هنا مع الاول درت نص كيلة تاع الماء، يعني طعام تاع الشعير ما تكثرولوش الماء باسكو يتعجن بالخف، يعني في كيلة درت نص كيلة تاع الماء سخون وخليته يتشرب بالعقل. هنا بعد ما طعام ديالي تاع الدقيق كنت شربته كما راكم تشوفوا، درتو يفور وغرست فيه حبه حر في الكسكاس. هذيك الحبه تاع الحر رايحه تنسم الطعام، يعني انا كي ندير المرقه حمراء دائما ندير حبه تاع الحر في الطعام. هذه الطريقه رايحه تخلي الطعام تاعنا يجي منسم بزاف بنين. درت لوبيا ماشطو تاعي تغلي 10 دقائق في الماء. بعد ما فر طعام تقريبا 20 دقيقه نديرو في الجفنه ونزيد فوقو الملح. هنا كما نعرفوا توجور الملح عندكم مغرفه كبيره الكيلو، ونفرغ فوقو هذاك الماء سخون، الكيله تاع الماء سخون اللي بقات لي. هنا الطعام لازم تكونوا خليتوه فار 20 دقيقه، يعني ماشي غير يخرج الفار خلاص، لازم نخلوه 20 دقيقه وهذاك الفار ولا البخار هذاك يخرج باش نقولوا بلي الطعام تاعنا فار التفويره الاولى. نزيد له مغرفه تاع زيت الزيتون وندهنو مليح. نجيب القرعه تاعي ندير لها الملح. كما تعرفوا القرعه صامته دائما لازم ندير لها الملح قبل ما نديروها الطيب، نديروا لها نكثروا لها الملح ونخلوها في هذاك الملح هكذاك تقريبا 20 دقيقه حتى لربع ساعه. من جهه تبنن ومن جهه رايحه تخرج هذاك الماء اللي يسمط لها البنه تاعها. وما تنساوش تغسلوها قبل ما ديروها في المرقه. بعد ما فار طعم تاع الشعير التفويره الاولى نشربوا. هنا في هذه المرحله دالي كيله كامله تاع الماء سخون، كنت قسمتها على زوج، يعني درت نص كي شرب زدت نص الثاني، يعني شربوها غير بالعقل باش ما يغلبكم. درت له الملح بيان سور شويه زيت الزيتون، و اونتر طون نروح ندير هذاك الطعام ديالي تاع دقيق باش يفور التفويره الثانيه. بيان سور لازم حتى يبرد كامل ويتشرب كامل هذاك الماء باش تعاودوا ديروه يفور التفويره الثانيه. وبلا ما نساو الحبيبه تاع الحر داخل الطعام باش يجي منسم. بعد ما جازو 20 دقيقه الطعام تاعي هاولي كوفار، نخليه يبرد ومن بعد ندهنوه وندير طعام تاع الشعير يفور التفويره الثانيه. هاوليك بعد ما فار طعام تاع الشعير التفويره ديالي الثانيه، بعد ما يبرد نحلو وندهنو بزيت الزيتون ونجوز لهداك الطعام تاع الدقيق. وبعد ما برد نحلو مليح بيديا وندهنو بزيت الزيتون. هاوليك الطعام تاعي واجد جا خفيف الله الله.
ندوزو للمرقه ديالنا. هنا بعد ما طاب اللحم، يعني خلاص طحن اللحم تاعنا طاب، الا شفتوه طاب بزاف نحيوه. انا هنايا كان مازال ما طابش مليح تما زدت خليته يكمل طيابو مع الخضره. درت هذيك لوبيا ماشطو اللي كنت غليتها تقريبا 10 دقائق في الماء، ما تزيدولهاش اكثر من 10 دقائق. ودرت معاه حبه طوماطيش كبيره كنت رحيتها بلو ميكسور، تقدروا تسكرفجوها. ودرت معاها حبه تاع فلفل دريس ولا فلفل قرون كما راكم تشوفوا. هذه رايحه تبنن. خليتها غلات تقريبا دقيقه ونحيتها باش ما تلقليش بزاف الحروريه. نجيب حبيبات تاع فلفل حار نقليهم، يعني هاد لو جاست هذا تاع نجيبو حبه تاع الحار نهار نديرو طعام نقليوهم، انا يفكروني في يامات الزمان. اللي يفكروها في يامات الزمان تجي هنايا وتقول لي. انا لو بيان مشطو تاعي ماشي طايبه، يعني غليتها غير تقريبا 10 دقائق باش درتها في المرقه. نزيد نحسب 10 دقائق واحد اخرين ندير معاها القرعه بعد ما شللتها من هذاك الملح ونخليها تكمل طيابها. طعام هذا حنا ما نديرولوش الحميصه، يعني يجي غير بالقرعه ولوبيا مشطو. كي نديرو لوبيا مشطو ما نديروش كامل الحميصه. دونك هنايا مع الاخر جبت مغرفه على كونسونطري الطوماط اللي هي طماطم مصبره، حلحلتها في شويه مريقه وزدتها للمرقه ديالي. يعني رانا قريب نكملوا الوصفه. كاين واحد الحاجه بزاف مهمه، هذا الطعام يجي بالفلفل الكحل. يعني بالنسبه للناس اللي ما يحملوش الفلفل الكحل هو يزيد بزاف في البنه. كاين بزاف الناس عندهم مشكل في المعده تاعهم توجعهم من الفلفل الكحل، يعني مستحسن تجيبوا فلفل كحل حب، غلوه في هذاك الماء رايحين تمرقوه فيه. بعد ما يغلي صفيوه ومرقوا بهذاك الماء اللي غليتو فيه فلفل الكحل، رايح متبنه بزاف مليحه. وهاوليك الطعام تاعي بعد ما وجد جا بنه ولا اروع. بعد ما طابت المرقه ضقتها على الملح، زدت لها بيان سور نشوف الا ناقصه باش اللحم والخضره ما يجوش صامتين، يعني يجوا شاربين البنه تاع الملح. بعد ما طاب اللحم نحيته، درت له شويه ملح من الفوق باش يجي بنين، وغطيته باش ما ينشفش. وهاوليك الطعام ديالي حطيته مع الحر اللي كنت قليته ومع البصل الاحمر تانيت اللي راح يجي بزاف بنين معاه، والدلع اللي نحب نشوفه دائما كي ندير هذا الطعام. صدقوني هاد الوصفه ولا اروع، جربوها ما راكمش رايحين تندموا باذن الله. وردوا لي الخبر، واللي جربتها وعجبتها الوصفه ما تنساش تقول لي هنايا في التعليقات باللي عجبتها الوصفه. هذا الامر راح يشجعني بزاف باش نواصل معكم. خوتي خياتي، هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعموني بلايك متابعه وبارطاج فضلا وليس امرا، يعني بحبه خاطر بيان سور. اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله.